انسى بقى الاسمنت العادي في المحاره العاديه، علشان اللي هقوله دلوقتي جامد. البلانكو مونه جديده عباره عن حبيبات زجاجيه بيستخرجوها من صخور بركانيه نتيجه الرماد اللي بيطلع بعد تفتيت الصخور. بيسموا الماده بتاعته اربن لايت، وعلى شويه اضافات ومواد ثانيه بيطلع معاه بديل جديد للمونه السوداء. ومميزات البلانكو كتيره جدا، عد بقى معايا. ينفع استخدمها في بنت المحاره من غير 13 اصل، يعني وفرت مرحله كامله من مراحل المحاره. اسمنت بقى ورمل وعماله ووقت ومجهود كبير جدا، وفلوس كمان اقل وحدوته كبيره. البلانكو يقبل على اي ماده سواء كانت قديمه او جديده، حتى لو كان طوب وحتى لو كانت محاره قديمه برضه. يعني لو المحاره بتاعتك في الشقه مش مظبوطه وعايز تظبطها، هات البلانكو وخلط وحط على الحيطه بتاعتك وافرد على طول، من غير بقى ما تكسر ولا تنزل راتش ولا حتى كمان تنزل المحاره بتاعتك القديمه، ولا كمان تطرطش ولا تستخدم رمل تاني اصلا. طب خد بقى التقيله. شفت اخر مرحله اللي بنعملها في مراحل المحاره بتاعت اللي هي نهو الياسه او البطانه؟ مش محتاج تعملها اصلا، مش لازم، مش محتاج كمان تحط رمل ولا تجيبه اصلا. هي شكاره البلانكو بتجيبها وتحطها في برميل وتحط عليها تلتين الكميه ميه وتقلب وتشتغل بيها على طول. ولو مش عارف يعني توفر بند الرمل نفسه من بند المحاره بالكامل، تعالى وانا اقول لك. احنا كنا بنستخدم 4 شكاير رمل لكل شكاره واحده من الاسمنت. انت متخيل حجم التوفير قد ايه؟ كمان مونه البلانكو اخف كتير من المونه العاديه، وده معناه ان معدلات الفرد هتزيد والوقت بتاعك هيقل، وبالتالي الفلوس اللي هتصرفها هتكون اقل. ولسه في مميزات تانية كتيره جدا هقولها لك المره الجايه. انا محمد مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.